السلام عليكم، مساكم الله بخير. اليوم بقول لكم سالفة صارت لي شخصيا. وانا بلندن مريت لي محل ابى اشتري لي شغلة، فلقيت لي شاب عراقي. هالشاب العراقي شكله جديد على لندن. المهم سألته، قال لي ايه موجودة، قاعد يدورها، حسيت انه جديد. فقلت له انت جديد على الديرة؟ قال لي ايه، انا ما صار الا شهرين بلندن. قلت له عسى الله يوفقك ويكتب لك اللي فيه خير. فسألته انت جاي تهريب ولا بصفة رسمية؟ قال لا والله جاي تهريب. قاعد يحكي لي معاناته. يا الله يا المعاناة يا جماعة. فعلا الله سبحانه وتعالى ما يترك عباده. تدرون كم مرة حاول يدخل لندن؟ 8 مرات. هو طبعا كان بفرنسا، لكن في فرنسا الفرص الوظيفية للعرب قليلة جدا، لأن هناك هم بعد يعانون من عدم وجود فرص وظيفية. شلون يتم تهريبهم من فرنسا إلى لندن؟ يحط نفسه بثلاجة جبن، تخيلوا، ويدفي نفسه عدل، وثلاجة الجبن درجة حرارتها أقل من 10 أو حتى بعضهم أقل من 0، ويدفي نفسه عدل ويقعد أقل شيء داخل هالثلاجة 8 ساعات ما يقدر يشوف إيده. معاناة ما بعدها معاناة من أجل لقمة العيش. قاعد يقول لي 8 محاولات، يقول مرة نزلوني ببلجيكا، ومرة نزلت بهولندا. وانتو حظك تقول حق الرجال بلندن يقول لك زين، يحطك بثلاجة مسكرة، يودي أول 30 واحد والباقيين يوزعهم على أوروبا، ويردون ثاني مرة فرنسا. قلت له زين متى حسيت بالثمان محاولات هذه انك دخلت بريطانيا؟ قال رابع محاولة كنت راح ادخل لكن صادوني، وثامن محاولة لما سمعت صوت الباخرة. لما وصل بريطانيا، طبعا الطريقة لما توصل بريطانيا افتح الثلاجة وطلع ايدك برا، اشر حق السيارات عشان يدرون ان في بشر داخل، وتجي تاخذك الشرطة تحطك بالسجن شهرين، تحقق معاك، تدري ان انت سليم وجاي تشتغل، يحطونك، طبعا ما يرحلونك، لا يحطونك واطلب انت لجوء. هذا الحديث المختصر مع الشاب العراقي. طبعا الحديث كان مطول واكثر من ذلك، لكن شوفوا معاناة منو؟ الشعب العراقي، هذا الشعب المثقف. العراق اللي كانت يوم من الايام تستقطب جامعتها افضل الناس وابناء اسر حاكمه يتمنون يتخرجون من جامعه بغداد. عراق العلماء والشعراء والمثقفين والادباء، وايضا على المستوى الديني العراق كانت متصدره العالم العربي. اليوم أبنائها يطلبون اللجوء في أوروبا عشان يلقون لقمة العيش. شنو كانت العراق وشنو أصبحت؟ استمرار الحرب بهذه الطريقة بين العراقيين بسبب فرق طائفي ما راح تفيدكم إلا بإزالة أحد الطائفتين، وهذا أمر مستحيل يا إخوان العراقيين. قبل 100 سنة كنتوا تعيشون بأمان، اليوم الطائفتين تستخدمهم دول بغرض سياسي، والعراقيين وشباب العراق والجيل القادم هو اللي راح يدفع الثمن. انتم قاعد يستخدمونكم حطب لنار ما اوقدتوها، هم من اوقدوها. لذلك يجب ان تقرأوا تاريخ دولتكم على المستوى الاسلامي والعربي والعالمي. العراق كانت بالريادة فلا تجعلوها بالخلف. في النهاية اسأل الله ان يهدي نفوس الشعب العراقي وينهضون بدولتهم، وامر المؤمن كله خير، فلعل ما يحدث خير. اشوفكم على خير.